رسميا المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للشباب. المغرب، فرنسا، كولومبيا، أرجنتين. مباريات قوية. نعطيكم الموعد والتوقيت ديال هذه المباريات. قبل ما نعطيكم الموعد ما فيها بأس خلي لنا واحد لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي كتوصلك أول مرة وفعل الجرس ليصلك دائما جديدنا. المغرب، فرنسا، الأرجنتين، كولومبيا. نصف نهائي كأس العالم للشباب المقامة في شيلي. المباريات بإذن الله تعالى غتكون يوم الأربعاء المقبل 15 أكتوبر على الساعة 8 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت المغربي، 11 بتوقيت مكة المكرمة. المغرب، فرنسا. فيما المواجهة الثانية بين الأرجنتين وكولومبيا ستكون بإذن الله تعالى وبركاته يوم الأربعاء المقبل في منتصف الليل بتوقيت المغربي، الثانية بتوقيت مكة المكرمة. مباراة قوية بين المغرب وفرنسا. يتكرر سيناريو قطر عندما تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي وخسر المواجهة أمام فرنسا في نصف نهائي. هل يتكرر السيناريو أو أن المنتخب للشباب قادر الفوز على المنتخب الفرنسي؟ شفنا يوم أمس المنتخب المغربي استطاع الفوز على المنتخب الأمريكي ب3 أهداف. لحد الآن المنتخب المغربي متألق في جميع المباريات، فاز على إسبانيا والبرازيل وخسر أمام المكسيك وفوزه على كوريا الجنوبية. ويوم أمس أكد أن المنتخب المغربي منتخب قوي ومرشح للتتويج بهذه النسخة ديال كأس العالم للشباب المقامة في شيلي. منتخب مغربي استطاع الوصول إلى نصف النهائي في مباراة تاريخية وعالمية أمام المنتخب أمريكا. المنتخب الأمريكي ليس بمنتخب سهل، فاز في المباراة السابقة أمام المنتخب الإيطالي ب3 أهداف. فيما المنتخب الفرنسي كان أعتقد أن المنتخب المغربي قادر أنه يفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة القادمة بإذن الله تعالى، وهذا ما نتمناه لوليدات محمد وهبي واللاعبين الرائعين. ولاعب ياسر سجل 4 أهداف في كأس العالم للشباب. برافو ياسر، ورقم 21 لاعب خطير ولاعب موهبة تستحق التشجيع. كل توفيق لأسود الأطلس في هذه المباراة القوية اللي كتنتظر إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل على الساعة 9 بتوقيت المغربي. كل توفيق لعشاق منتخب مغربي، وديما مغرب ومربوحة بإذن الله تعالى وبركاته أمام المنتخب الفرنسي. ويتكرر سيناريو مونديال قطر، لكن هذه المرة بمنتخب للشباب الأقل من 20 سنة. كل توفيق وسط الأطلس ومربوحة بإذن الله. شي 2-1 توقعاتي. وما هي توقعاتكم لهذه المباراة؟ والسلام عليكم ورحمة الله. ونختم هذا الفيديو بأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى اللقاء وديما مغرب.